مسألتش نفسك في يوم ليه الناس بتخضع لرأي الأغلبية من غير أي تفكير أو تحليل؟ وليه بنغير رأينا أو معتقداتنا الشخصية عشان نبقى شبه الرأي السائد في المجتمع حتى لو كان غلط؟ ليه بتعمل لايك لبوست تافه ملوش أي 30 لازمة لمجرد إن في ناس كتير عاملة عليه لايك؟ مواليد برج الثور والحمل والعذراء افرحوا، انتوا اتولدتوا في شهر من ال 12 شهر. يا سلام، انا اتولدت في شهر من 12 شهر. الوهله الاولى بتقول ايه البوست التافه اللي ملوش اي لازمه ده، بس تيجي تبص على الكومنتات واللايكات، 12000 لايك و5000 شير و4000 كومنت. ده انا اعمل شير بقى، لا وتلاقيهم بقى ايه، تعمل الشير تحط قلوب، تحط اوبشنات وقرود، حاجات غريبه، وتمشي صحابها يا جماعه انا اتولدت في شهر من 12 شهر وقلوب كتير قلوب كتير قلوب كتير. ليه بتعملي في نفسك كده؟ لو انت غيرت رأيك او سلوكك في يوم من الايام عشان يتماشى مع رأي الناس بس من غير تفكير، فاحب اقولك ان انت كده اسمك في علم النفس كونفيرميتي او امعة نار. او مثلا لما تيجي تشجع نادي فتنقي بقى اكتر نادي الشعب كله بيشجعه والنادي بيكسب على طول، بياخد بطولات، بيكسب بالحكام. هو حد يفهمني غلط؟ في تجارب كتير اتعملت على الموضوع ده عشان يثبتوا الامتثال الاجتماعي. بس بدأوها بالحيوان الأول، جابوا 5 قرود وحطوهم في قفص حديد وحطوا موزة في السقف وفي سلم تحت. طبعا زي أي قرد جعان، ايه زي أي قرد طبعا قرد من القرود جعانين عادي جدا، فبيحاول يطلع من على السلم عشان ياخد الموزة. ده قرد جعان عادي يعني مش مشكلة. بس أول ما بيطلع ياخد الموزة بيرش عليهم مية ساقعة. أول ما بيرش عليهم مية ساقعة بيطلعوا للقرد، الأربع قرود التانيين دول يطلعوا للقرد ويمسكوه يضربوه يطحنوه ضرب. فالقرد مش هيطلع ياخد الموزة تاني. قرد ورا قرد ورا قرد لحد ما ال5 جربوا وال5 اتضربوا وهم مش عارفين ايه السبب، لحد ما ربطوا بين الموزة وبين المياه الساقعة، ان الموزة دي حاجة محرمة او حاجة ما ينفعش المسها، حاجة بيتعاقب عليها، حاجة المجتمع بيعاقب عليها. بعد مرات كتير راحوا مطلعين قرد من ال5 ومدخلين قرد جديد تاني خالص ما يعرفش اي حاجة عن موضوع المياه. فطبعا طبيعي جدا ان القرد دوت الجديد يطلع ياخد الموزة، لكن اول ما بيطلع ياخد الموزة ال4 قرود التانيين ومن غير اي ميه بتترش عليهم بيروحوا يضربوه. طبعا القرد بيستغرب، انتوا بتضربوني ليه؟ مفيش اي سبب انكم تضربوني. ومره مع مره مع مره القرد الجديد برضه خضع للقوانين اللي موجوده ان الموزه دي حرام انك تقرب منها او القانون بيعاقب عليها، فما بقاش بيقرب منها. طلعوا قرد تاني من القدام ودخلوا قرد جديد. اول ما القرد الجديد دوت حاول يطلع ياخد الموزه حصلت المفاجأة. القرد اللي قبليه اللي مكانش يعرف أي حاجة عن المية هو أول واحد راح يضربه، وضربه بغل. اشمعنى أنا أتضرب وأنت لأ؟ بيزيد في الزيطة طبعا، وهو ده اللي بيحصل في مجتمعنا. راحوا مطلعين ال3 قرود القديمة ومدخلين 3 قرود جديدة لحد ما بقى في جيل جديد من القرود اللي مش عارفة أي حاجة عن موضوع المية، ولكن كل واحد فيهم كان بيقرب للموزة كان بيتضرب من غير أي سبب. فبقى أي حد يحاول يطلع ياخد الموزة بيتضرب، لحد ما ال5 قرود الجديدة اللي ما ترشش عليهم ولا نقطة مية ما بقوش بيقربوا من الموزة من غير أي سبب، هم مش عارفين إيه السبب ليه بيضربوه، بس لمجرد إنهم اتعلموا إن لمس الموزة ديت حرام أو حاجة بيعاقب عليها القانون. بالظبط هذا ما وجدنا عليه آباؤنا وأجدادنا. علشان كده بتلاقيه بيشارك في الضرب ويمكن بحرقة كمان عشان يشفي غليله من عقاب المجتمع ليه قبل كده، فلازم هو كمان يعاقب اللي هيعمل كده. تعالوا نشوف بقى لما حاولوا يعملوها على الإنسان إيه اللي حصل. في عيادة فيها 5 أشخاص قاعدين متفقين مع البرنامج، فجت واحدة غريبة قعدت جنبهم، كان بيحصل صوت صفارة، وأول ما صوت الصفارة يحصل ال5 أشخاص دول بيقوموا يقفوا. هي طبعا مستغربة وبتبص حواليها هما بيقفوا ليه ومش فاهمة، مش فاهمة إيه اللي بيحصل. المهم بعد 3 صفارات بالظبط بقت بتقف معاهم، كل ما صفارة تصفر تقوم واقفة معاهم، وهي لا فاهمة هي وقفت ليه ولا بتعمل كده ليه ولا هما بيعملوا ليه كده، ومحاولتش تسأل أصلا، لقيت نفسها بتقوم معاهم خلاص. المهم بعدوا الأشخاص دولت واحد ورا التاني لحد ما بقت لوحدها بس، وهي لما بقت لوحدها وبقت بتسمع صوت الصفارة بقت بتقوم برضه من غير ما تفهم ليه، يعني لوحدها تسمع صوت الصفارة تقوم تقف من غير ما حد أصلا يبقى قاعد جنبها. كانت بتطبق قواعد المجموعة من غير ما تفهم هي بتطبقها ليه. بعد شوية دخل واحد جديد تاني خالص ما يعرفش أي حاجة. المهم بعد أول صفارة هي قامت وهو بص عليها مستغرب هي قامت ليه، فبيسألها بيقول لها أنت قمتي ليه؟ قالت له مش عارفة هما كانوا بيعملوا كده فأنا حسيت إن أنا لازم أعمل كده. طبعا الراجل ضحك عليها وأكيد شتمها في سره يعني، لكن بعد شوية الصفارة صفرت وهي قامت. الغريب إن اللي كان بيسألها دوت راح قايم معاها
زي الدول من غير ما يفهم هو بيعمل ايه. بدأوا يدخلوا أشخاص جديدة خالص لحد ما كونوا 5 أشخاص جداد عن المجموعة اللي قبل كده، فبقى في مجموعة جديدة متعرفش موضوع الصفارة دوت اللي هي الوحيدة القديمة. المهم بدأوا ينفذوا قواعد المجموعة اللي قبل كده اللي هي أصلا ما بقتش موجودة، بيقوموا يقفوا على صوت الصفارة من غير ما يفهموا هما بيقفوا ليه، وكل ده بسببها هي. بالنسبة للمجموعة كان اسمها Normative Social Influence، يعني تأثير الاجتماعي المعياري، مجموعة بتأثر على فرد، لكن هي بالنسبة لهم كانت هي الفرد اللي بتأثر على المجموعة، حاجة اسمها Informational Social Influence، تأثير الاجتماعي المعرفي. المهم سألوها انت ليه عملتي كده وليه وقفتي من غير ما تعرفي؟ قالت انا لما لقيت الكل بيقف حسيت ان انا لازم اقف زيهم والا هبقى مستبعده وهبقى مكروهه، لكن لما بقيت اقف معاهم حسيت ان انا مرتاحه ومع المجموعه اكتر. في تحليلات كتير على النظريه دي، زي مثلا رغبتنا في اننا ننضم للمجموعه عشان نحس بارتياح داخلي، هو التاثير الاجتماعي المعرفي، زي ما هي عملت اللي هي حست ان هي لازم تنضم للمجموعه. لو تعرضت للسخريه او التهكم او التريقه في يوم من الايام علشان خرجت عن المألوف او المتفق عليه، فانت كده جربت الضغط الناتج عن التاثير الاجتماعي المعياري. يعني مثلا لما تيجي تصلي او تتكلم في الدين تلاقي اصحابك يتريقوا عليك يقول لك يا عم الشيخ يا عم الشيخ يا عم الشيخ، فانت بعد كده هتقرر انت متتكلمش معاهم بالطريقه ديت علشان محدش يتريق عليك او يحاول يسفه من اللي انت بتعمله. رقم 2 رغبتنا في اننا نبقى على حق او اننا محقين، لما نبقى متشككين من معلومه او متشككين من حاجه او مش واثقين في قراراتنا، فبيبقى المجموعه بالنسبه لنا هي مصدر القرار الوحيد او مصدر السائد للقرار. في علماء نفس كتير قالوا ان الانسان معرض للخضوع للراي الاغلبيه كام حالة كده، يعني لازم يبقى فيه مثلا كام نقطة كده عشان يقول ان هو يخضع للرأي الأغلبية. ده مثلا لما تواجه أو تختلف الرأي مع مجموعة مكونة على الأقل من 4 أو 5 أشخاص، اللي هو ايه يعني انت الفلوتة الوحيد فهتقرر تغير رأيك. زي تجربة آش. مين آش دوت؟ عمل تجربة برضه للامتثال الاجتماعي من حوالي مجموعة من 8 أشخاص، منهم 7 أشخاص متفق معاهم وواحد بس هو الغريب، وجايب خط و3 خطوط تانيين جنبيهم، خط مستقيم و3 خطوط جنبيهم مستقيم. فبيسأل الناس انهي في ال3 خطوط دولت بيساوي الخط دوت في الطول، وطبعا الإجابة بتبقى واضحة جدا، لكن ال7 أشخاص دولت بيقولوا الإجابة الغلط. فبيجي الشخص اللي هو مش متفق معاهم بيستغرب جدا الإجابة، هو بيبقى عارف الإجابة الصح لكن غصب عنه أو داخليا بيقول الإجابة الغلط معاهم عشان ما يبقاش منبوذ أو مختلف عنه. وتقريبا 75% من اللي اتعمل عليهم الاختبارات ديت قال الإجابة الغلط. لو الفيديو ده عجبك اعمل شير وسبسكرايب على اليوتيوب. سلام.